صباح الفل يا حلوين، عاملين ايه؟ حذروا فزروا بقى. ده ايه؟ ده حاجة جميلة جدا ومفيدة جدا جدا صحيا. ده قرع عسل. هنعمل النهاردة قرع عسل بالبشاميل. اول حاجة بنجيب القرع العسل، سواء بنجيبه مقطع او احنا بنقطعه مكعبات كده صغيرة، وبنغسله ونحطه في طاسة على النار، ونحط معاه سكر. دول حوالي 4 كوبايات قرع عسل. ومعاهم حوالي نص كوباية سكر او زيادة شوية لو حد عايز يسكره شوية يعني. هنسيبهم بقى على النار كده، على نار هادية. هو هينزل ميته وهيشرب السكر اللي احنا حاطينه عليه لحد لما يستوي. هنسيبهم مع بعض. هسيبه كده معاكم. بصوا، هنديله تقليبة بس كده ايه بسيطة، اللي هو بس ايه السكر يتقلب فيه كويس. بس كده، هو كده كده كل السكر هينزل عليه كله حتة حتة، وهيتشرب وهيبقى جميل جدا. وقبل ما نقفل عليه هقول لكم هنحط عليه حاجة بسيطة كده برضو هتخليه تحفة جدا. هنسيبه مع بعض لحد لما يستوي وايه، وارجع لكم تاني. بصوا بقى، هنا هنعمل البشاميل اللي هنحطه على القرع. تمام. هنحط معلقتين سمنة عليهم معلقتين زيت، ونسيبهم يسيحوا على النار زي ما شايفين كده. وبعد كده هنحط عليهم زي ما حطينا سمنة وزيت، هنحط دقيق. يعني حطينا 4 معالق مثلا سمنة وزيت، هنحط 4 معالق دقيق. تمام. نبتدي نقلب كده بسرعة. هعلي شوية بس انا كنت موطية النار، هعليها شوية. هنقلبهم كده كويس جدا. انا بقى بحب اعمل ايه، اشتغل بقى بعد كده بالمضرب السلك. احسن حاجة للبشاميل بينجح كويس جدا المضرب السلك، متعمليش بالمعلقة. هنقلبهم شوية لحد بس دي ايه ما نحس ان هو دخل كده في السوا. نبتدي ايه نحط اغطي سيكة بس كده عشان حسيت انه اتلسع. يبقى مجهزين بقى كيلو لبن، نحط منه. اللبن يبقى بارد والمية كمان تبقى باردة، عشان لو حبينا نزود بمية هنزود بمية. نفضل نضرب بقى كده لحد لما يبقى ناعم جدا 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 معانا. انا مش عايزه افصل ايه وانا بعمل البشاميل عشان تشوفوه ايه كله الاخر، لان في ناس برضو بتتضايق منه وبتحس ان هو رخم يعني. وهنحط سكر طبعا، بدل ما هنحط ملح هنحط سكر لان ده حاجه مسكره. فالسكر زي ما احنا ايه عايزين. عايزه اوريكم القرع وهو بيستوي. ثانيه واحده كده هوريهولكم. نسيب ده عقبال ما يسخن سيكه كده، هوريهولكم. بصوا القرع اهو، ونزل ميته وشرب السكر وايه، وابتدى يشرب في ميته تاني. هنسيبه لحد لما يشربها. زي ما انتوا شايفينه كده، هنسيبه يشربها خالص خالص، وبعد كده ايه نطفي عليه. نرجع بقى للبشاميل تاني. بصوا انا موطيه عليه علشان ما يتلسعش. بصوا انا هحاول اعلي عليه ايه حاجه بسيطه كده عشان يبدا يغلي معانا.
ممكن افصل لحد لما يتقل شويه، وبعد كده ايه انتوا يعني هو كده مفيهوش اي حاجه تاني. عندنا بقى طبعا ايه حته قشطه كده هنحطها. بصوا هو ابتدى يتقل، هنعمل ايه؟ انا هزوده شويه ميه، هزوده شويه ميه ايه صغيرين. برضو نضرب بالمضرب كده لحد لما ايه يبقى ناعم جدا معانا، هنطفي عليه. بصوا بقى رجعت لكم تاني اهو كده البشاميل خلاص. وانا عملت حاجه بقى كمان، في ميه نزلت من القرع العسل وانا بسويه، فعملت ايه اخدت منه شويه. المره دي بتبقى مسكره جدا لان انا طبعا حاطه سكر على قرع العسل، اخدت منه شويه زودت بقى منه كمان ايه البشاميل، فبقى ايه تحفه جدا. هنطفي بقى عليه ونروح بقى فين؟ نروح بقى لقرع العسل. بصوا بقى قرع العسل بقى تحفه جدا. هنحط بقى عليه حاجه هتخليه تحفه، نحط عليه شويه بصوا قرفه. القرفه بتبقى تحفه مع قرع العسل، بتبقى حلوه جدا جدا. وهسيبه بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، هسيبه ينشف خالص، هسيبه لما ينشف خالص ميته تنشف خالص. بصوا قرع العسل هو كده نشف شرب ميته تماما خلاص. هنطفي عليه كده وبعد كده هنحضر الصينيه بقى ونحط هو البشاميل في قرع العسل وندخله الفرن. دلوقتي بقى جبنا القالب بتاعنا، هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحط شويه بشاميل في ايه في قعر القالب. تمام، هنقلب بس كده ايه احسن دلقنا شويه بالحله كده. تمام، فرشنا القالب كله بشاميل، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنروح حاطين القرع بتاعنا فوق البشاميل اللي احنا حاطينه ده. بصوا ريحته بقى مش قادره اقول لكم عامله ازاي، ريحته تحفه جدا 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 وهيعجبكم جدا جدا. والقرفه دي مخلياه فظيع، مخليه طعمه يعني في حته تانية. هي غميته شويه بس مش مشكله، هو اصلا كده كده مش هيبان من البشاميل، البشاميل هيغطيه كله، مش هيبان منه اي حاجه خالص. بصوا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنفرده كده بقى ايه في القالب كله.
بصوا، هو البشاميل خلي بالكوا البشاميل مش كتير ولا حاجة. هو لازم يبقى البشاميل مغطيه كله من فوق ومن تحت وكل حاجة. هو البشاميل بتاعه عموما ايه لازم يبقى كتير شوية يعني، لان هو اصلا كله بيتكون من ايه، من قرع العسل والبشاميل بس. هندلق بقى ايه باقي البشاميل اللي فوقيه كده فوق الوش. اهو بس كده نهزه بقى كده ايه، ندخله كله في بعضه. وندخله ايه، وندخله الفرن. ممكن بقى كمان ايه، ممكن حاجة تاني لو عندك شوية قشطة تاني ولا حاجة ممكن تحطيهم فوق الوش، بس انا ما كانش عندي الصراحة غير هما شوية صغيرين حطيتهم. وبصراحة انا مش بحب القشطة كتير، هي اي نعم بتخلي طعمه حلو جدا. بس انا بحبه يعني كده بيبقى اخف بالنسبه لي على معدتي وبالنسبه لي انا بيبقى اجمل يعني. في ناس طبعا بتحب الحاجه تبقى دسمه اكتر، انا بصراحه مش بحب الحاجه تبقى دسمه قوي وما يبقاش فيها دهون كتير يعني. هندخله بقى الفرن، هدخله دلوقتي الفرن. هنحمر وشه بس، هو مش هو كله يدوبك هيخش في بعضه. انا هشغل عليه النار من تحت بحيث ان هو البشاميل والقرع العسل يتجانسوا كده مع بعض وياخدوا من طعم بعض. وفي نفس الوقت الحرارة بتاعت الفرن وانا مشغلاه من تحت هتحمر وشه. بس مش محتاجين اكتر من كده. اول ما نلاقي وشه اتحمر نخرجه على طول. اول ما هيخرج هوريهولكوا على طول. بصوا دلوقتي طلعناها من الفرن، هي خدت ودت مع نفسها شويه كده، وانا لقيت وشها محمرش رحت مولعه عليها الشوايه من فوق راحت محمره وشها. نحط حته بقى، ولو انها طبعا ايه مش عارفه، انا حاسه هتبقى صعبه جدا لان هي لسه ايه، لسه مطلعاها يعني. بصوا هستنى عليها شويه لان كده هتبقى سايحه يعني خالص خالص. هستنى عليها شويه تهدى بس شويه كده وارجع احط لكم حته منها تشوفوها من جوه شكلها عامل ازاي. شكلها جميل جدا. بصوا بقى انا كده سبتها هديت بس شويه وحطيت معلقه. بصوا بقى كله داخل في بعضه ازاي. بصوا ادوق بس كده معاكم كده اطمن. انا عارفاها طبعا. امم خطيره 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 خطيره، تحفه، لازم تجربوها. وانتوا بتعملوها ما تحاولوش تكتروا السكر في البشاميل عشان تبقى خفيفة عليكم وتقدروا تاكلوا منها كتير. هي تحفة جميلة جميلة. يلا باي باي.